السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء ابو بكر من مطبخ زمزم وبلال. النهارده ان شاء الله هنعمل تنظيف كده للمطبخ، وهنقول بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا حبايبي بقى، في البدايه كده ما تنسوش اللايك وتشتركوا عندي في القناه لو الفيديو عجبكم، عشان القناه بتاعتي يعني بصوا انا عندي بقالي كام يوم كده احباط، مش عارفه اصور، لان الواحد والله التصوير ده بيتعب يعني. كل اللي عندها قناه عارفه ان التصوير ده بياخد وقت. تمام، فيا ريت بس تشجعوني عشان اقدر اصور وانزل فيديوهات تاني. تحطوا اللايك بس وتتفرجوا على الفيديو. النهارده بدأنا كده عملت الكول سلو زي ما انتم شايفين، طبعا انتوا عارفينها بتتعمل ازاي، وعملناها كذا مره في القناه. وعملت كمان بطاطس، وعملت بتنجان، وكنت حابه ان انا اكل جنبهم كده في الفطار يعني. تمام، وبعد كده دخلت على المطبخ بقى. كان زي ما قلت لكم كده، كان يعني كان تعب واحباط وزهق، كان كله مع بعض مش عارفه ليه. فكنت اول مره اسيب البوتاجاز كده الصراحه. كنت عامله مكرونه وطبعا انتوا عارفين الصلصه ما بتستبك بتبهدل الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك بس وشكرك وحسن اللهم صل على عبادتك. سيدنا محمد. ابتديت بقى قلت لا لازم انضفه ان شاء الله. معاكم كده. ابتديت الاول زي ما انتم شايفين بالشباك. لازم تبداي لما بتيجي تنضفي بتبداي من فوق، عشان انت لو عملتي تحت ومثلا عملتي زي البوتاجاز مثلا او كده وعملتي فوق هيتبهدل تاني. فبتبداي بالحاجات اللي فوق كلها. تمام. فانا صبنت زي ما انتم شايفين كده الشباك وظبطته تمام، وغسلته كويس. وبعد كده بقى نزلت على البوتاجاز. بحب اخلص البوتاجاز كده تمام واظبطه واغطيه. وبعد كده بقى بحاول ان انا اعمل الحيطان يعني. انا الحيطان عندي بفضل الله يعني مفيش زيوت خالص في الحيط، يعني خالص يعني. هو بس اللي جنب البوتاجاز دي هي اللي بتتبهدل مثلا من الطبيخ بتاع زيت كده، بحاجات خفيفه خالص. لان انا بفضل الله كل ما بغسل البوتاجاز لازم اغسل السيراميك اللي جنب البوتاجاز ده. عذرا على الصوت معلش، عشان قافله الشباك وبرده في صوت معلش. المهم بقى انا كنت بوريكم ان انا خلصت البوتاجاز تمام الحمد لله. والمساحه دي ممتازه، كانت ايديها اتكسرت فحطيت لها ايدين مقشه عادي يعني. وبس. ورحت حطيت لها كلوركس الوان، وحطيتها في الميه كلوركس الوان. وبقيت اعمل بقى فوق كده ال ال اللهم صل على سيدنا محمد السيراميك من فوق. وارجع اغسلها تاني في الميه، وارجع اعملها. وبعد كده لغايه ما غسلتها خالص ونشفت بقى بيها، وخليتها السيراميك زي الفل زي ما انتم شايفين كده. كل اللي فوق ده الصبن، زي ما قلت لكم ما عنديش زيوت الحمد لله بفضل الله. بس هو بيبقى تراب يعني. تمام. بس غسلته بقى كده وصبنته زي ما انتم شايفين. بس عايزه اقول لكم ان الواحد دايما يستعين بالله، حتى لو في كده يعني اليومين دول في كده يعني في زهق وملل بدون سبب. طبعا في اسباب، طبعا يعني الواحد بيبقى فيه حاجات مضايقاه، بس بتبقى عندك احباط ولا عايزه تخرجي ومش عايزه تخرجي. يعني بصي بتبقى مش عارفه ليه كده، يعني نفسك تخرجي وتغيري جو ومفيش نفس انك تخرجي. تمام. فطبعا الواحد بيرجع يستعين بالله ويصلي على الرسول كتير ويستغفر. وعايزه اقول لكم برضو ان انتوا تواظبوا على الورد القراني ده يوميا. لازم 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 يعني انك تعملي لك ورد قرآن، اللي بيفرق معاكي جدا في حياتك. والاستغفار والصلاة على الرسول، وتكتروا خالص يعني تكسروا يعني من الصلاة على الرسول كتير. تمام. بتفرق خالص صراحة في النفسية. والحمد لله واحد فضل الله بيقوم برضو. لازم الحياة تمشي يعني. لازم الحياة تمشي حتى لو في حاجات مضايقة الواحد او حاجات مزعلاه او انت تعبانة. بفضل الواحد بعد ما بيخف برضو بنرجع تاني برضو نعمل حاجتنا. لازم نتشجع علشان الحياة تمشي يعني. تمام. بس فانا بتمنى منكم بس ان انتوا يعني اللهم اغننا تقفوا من معايا بس لغايه فضلك. ما القناه تكبر. تحطوا لي بس اللايك وتشيروا لي الفيديو لاصحابكم، تشيروه لي على الفيس لمعارفكم، بحيث بس القناه تكبر ان شاء الله باذن الله. لان زي ما قلت لكم انا عندي احباط خالص، مش عايزه اصور ومش عايزه اعمل، لان بتعب في التصوير وبعمل مجهود. الحاجه اللي انت بتخلصيها في ساعه بتقعد معاك 4 ساعات 5 ساعات في التصوير. اللي بيصور وعنده قناه عارف الموضوع ده. انا كنت بوريكم الدنيا مقلوبه ازاي. فدايما تيجي تعملي حاجه تاخدي جزء جزء، عشان ما تكلبسيش الدنيا فوق دماغك يعني. تبداي جزء جزء تخلصيه وتشطفيه وتخلصيه زي ما انتوا شفتوا. انا غسلت الارض بعد الحيطان وظبطت تحور البوتاجاز ورجعته تاني مكانه. بعد كده جيت له الرخامه والسيراميك اللي تحت المطبخ والمطبخ نفسه صبنته كويس، وصبنت ازاز الميه وكل حاجه على الرخامه تصبن. ترجعي تحطيها تاني مكانها. فدايما لما تيجي تشتغلي بنظام علشان ما تزهقيش كمان. في ناس لما بتعملي كله كده تلاقي الدنيا كلها كده فوق دماغك ومش عارفه تلم الدنيا، ولا تجيبي من هنا ولا هنا. فدايما لما تمشي بترتيب ونظام، ترتبي حاجه حاجه، تعملي الجزء ده خلاص خلصتيه، تقلبي تروحي على الجنب اللي بعده تخلصيه كله. بعد كده بقى تلفي مثلا لو في عندك رخامه تاني برضو تخلصيها. الارض دي اخر حاجه، اخر حاجه الارض. زي ما انتم شايفين هنا صبنتها وصبنت كل السيراميك ده بقول لكم، لمعته كله ونشفته كل حاجه صبنت. تمام. ورجعت كل حاجه زي ما هي. هننزل بقى على الارض، بقول لكم الارض كلها متبهدله. طبعا عملت الرخامه التانية بتاعه المطبخ
الناحيه التانية وظبطتها برضو. وهنا بقى كنت بعمل الارض زي ما انتم شايفين. انا بمسح بكلوركس الوان صراحه، مش اكتر من كده. هو صراحه ممتاز كلوركس الوان. مفيش كلوركس الوان بحط كلوركس ابيض، او لو ما عنديش كلوركس الوان بحط كلوركس ابيض، او وشويه مثلا برسيل، اي حاجه، اوكسي، اي اريال اي حاجه يعني. المهم خلصت بقى هنا. كنت ايه نقلت الادراج، كانت هي تحت الحوض اصلا، فقلت اغير مكان احطها تحت البوتاجاز، قلت تغيير يعني. فلقيتها ادتني ما شاء الله شويه وسع كده، فانا واقفه يعني تغيير بس. وبعدين جريت الغساله بقى ايه وعملت تحتها برضو، ودعكت الارض كلها زي ما انتم شايفين ما شاء الله بفضل الله. بتلمع الفوطه دي انا حطاها علشان ما تبهدلش المرايه بتاعت البوتاجاز، وكمان عشان ما تكشفنيش قوي وانا بصور. تمام. وبس بوريكم بقى هنا خلاص الرخامات دي ظبطتها برضو، الرخامه ديت، ودي كانت الصواني هحطها هناك على الادراج. تمام. وبس كده كنت خلصت المطبخ، والفيديو بتاعه خلص. يا رب تكونوا اتشجعتوا مني، وقوموا بقى تنشطوا، داخلين على ايام مفترجه ان شاء الله. ما تنسونيش في الدعاء، ربنا يبارك لكم ويديكم الصحه يا رب قادر كريم، ويفرحكم ويجعله ان شاء الله عيد سعيد عليكم. واللي عندها ثانويه عامه يا رب ينجح اولادها يا رب. كل اللي عندها ثانويه عامه ان شاء الله، وكل الولاد يا رب باذن الله ينجحوا ويطمنكم، ويجعل كده بيوتنا كلها فرح باذن الله ان شاء الله. ادعوا كسروا الدعاء في الايام المفترجه دي يا جماعه. نفسه في حاجه ربنا يديها له يا رب ان شاء الله. ويا رب يشفيني ويشفي كل مريض قادر كريم يا رب باذن الله، ويكرمكم من فضله العظيم يا رب. ايام مفترجه داخله علينا، ما تنسونيش بقى باللايكات والاشتراك في القناه. كنت بقول لكم هنا الزيت لما يعني بقلي فيه بفضيه وبغسل على طول بغسل الصينيه او الحاجه اللي انا بقلي فيها، علشان ما تتراكمش فيها الزيت وتتقل عليا في الغسيل، فاهمني. وبرجع ما اكون بقى عايزه اقلي بحطه بقى برجعه تاني يعني واقلي فيه. هو اقصى حاجه 3 مرات الزيت يتقلي فيه الصراحه، ما بكترش اكتر من كده يعني. تمام. بس زي ما قلت لكم يا ولاد بقى يا بنات يا حلوين، يا ريت ما تنسوش اللايك، ربنا يبارك لكم. عشان انتوا بتتفرجوا بتنسوا تحطوا اللايك. كنت بقول لكم هنا كان ايه عندنا مكرونه كنت عاملاها قبليها، وهناكلها والحمد لله فضل ونعمه. يا رب يطعم كل جائع ويرزق كل محروم ان شاء الله. بس كده يا رب تكونوا اتشجعتوا كده من الفيديو بتاعي وبس، وتقوموا بقى تعملوا اللي وراكم باذن الله. تمام. وبس ما تنسوش بقى اللايك، عشان زي ما قلت لكم انتوا بتتفرجوا وتنسوا تحطوا اللايك. ربنا يبارك لكم، عشان نفسي ان القناه تكبر، علشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات يعني كتير يعني، فاهميني. يعني عايزه اجدد في المطبخ بس مش لاقي فيه تشجيع خالص، فيا ريت تشجعوني وما تنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمه الله.